4 أشياء تجعلك محبوبة بين الناس. بإذن الله في الفيديو ده هنعرف كم حاجة كده بيها تكوني محبوبة كده وشخصية جذابة كده والناس كلها بتحبك والناس بتحب تتكلم معاكي. تابعوا معايا الفيديو للآخر، فيديو جميل جدا وفيديو محفز جدا وفيديو كده هيغير حياتك. تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني بسرعة اشتراك وتابعيني. نتكلم في أول حاجة معانا النهاردة عشان تكوني محبوبة بين الناس وشخصية جذابة كده وكل الناس تحبك. علاقتك مع ربنا، لما يكون بينك وبين ربنا سر كده وحاجة في الخفاء ومحدش يعرف عنها حاجة، يفتح الله لك قلوب الناس في العلن. يبقى لما يكون ليكي حاجة في السر مع ربنا بيفتح لك قلوب الناس في العلن. لو بصينا لحاجة مهمة جدا، تعالوا نشوف القرآن ربنا بيقول ايه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عارفة يعني ايه ودا؟ يعني يألف قلوب الناس كده، يألف بينك وبين قلوب الناس كده، يخليكي شخصية محبوبة كده بين الناس، يفتح قلوب الناس ليكي. نجاح النهار مقرون بنجاح الليل. الليل حاجة في الخفية، حاجة مش في العلن، حاجة كده محدش يعرف عنها حاجة، سر بينك وبين ربنا. تلاقي كده ربنا يفتح لك قلوب الناس كده وكل الناس تحبك. تاني حاجة علاقتك بنفسك. تعالي لي بقى الجاي يلي مدمرة نفسك انتي. علاقتك بنفسك حلوة، مهتمية بنفسك، بتقدر قيمة نفسك، ما بتجيش على نفسك عشان خاطر اي حد، مطمنة كده مع نفسك وقابلة نفسك ومتقبلة ذاتك. ولا مش عاجبة نفسك، مش عاجباكي، مش عارفة، طويلة شوية، طويلة قوي، او قصيرة شوية، او تخينة شوية، او رفيعة شوية، كله ده مؤثر معاكي ولا مش فارق معاكي؟ يعني انا متقبلة ذاتي ونفسي، بس لو في حاجة مش عاجباني بحاول اصلحها. مش حكاية مش متقبلة نفسك بقى وقرفانة من نفسك وثقتك في نفسك بقى قليلة وكده، لا مش كده خالص. انتي لازم تقبلي نفسك. شوفي علاقتك بنفسك عاملة ايه. لو انتي شايفة نفسك حلوة كل الدنيا هتشوفك حلوة. لو انتي شايفة نفسك غير كده عمر ما حد هيشوفك غير زي ما انتي شايفة نفسك. تمام؟ شايفة نفسك شاطرة وجميلة وحلوة، اخلاقك كويسة وبتتعاملي بما يرضي الله، شايفة نفسك كده وحلوة، كل الناس هتشوفك كده حلوة. انما لو شايفة نفسك غير كده فما تلوميش الا نفسك. تمام؟ مش هتلاقي حد يحبك. لو انت شايفة نفسك حلوة كل الناس هتشوفك حلوة، بتقدر قيمة نفسك، ما بتجيش على نفسك. مثلا واحدة مثلا في فرح، 2 اخوات رايحين فرح، فواحدة بمناسبة بقى الافراح اليومين دول، وربنا يفرح البنات كلها يا رب، اللهم امين، ويرزق اي بنوته بالزوج الصالح، اللهم امين. ففي الوقت ده واحده واختها مثلا فرايحين فرح وكده، فطبعا بتجهز اختها بقى بتجهز للفرح وكده، واللبس اللي هتلبسه والكلام ده كله ده، جهزت وظبطت اللبس وفستانها والحجاب اللي هتلبسه وكده يعني، وتمام، وظبطت دنيتها. فرايحه الفرح عادي، الدنيا تمام، بتتعامل وتعرف تتواصل مع الناس وكل حاجة تمام، واثقة من نفسها وشايفة نفسها حلوة وقدرت قيمة نفسها، فطبيعي هتبقى الناس كلها هتشوفها حلوة. تمام؟ والناس كلها هتحبها وتتقبلها. اختها التانية ملحقتش تظبط فستانها، ملحقتش تفصل اللبس اللي هتلبسه، ملحقتش تجيب الطرحة، كله ده جت على نفسها، حاجة تاني شغلتها عن نفسها. فبالتالي راحت الفرح بأي حاجة، فقاعدة كده في الركن على جنب كده ومش عايزة حد يشوفها، هي محتاجة بس تقعد كده وتشوف من بعيد لبعيد، مش عارفة تتواصل مع الناس. ليه؟ شايفة نفسها ضعيفة، فبالتالي الناس كلها شايفاها ضعيف. لما تتقبلي ذاتك الناس هتتقبلك. تمام؟ لو وصلت معايا بالفيديو للحظة دي ما تنسينيش من لايك. تالت حاجة بقى علاقتك مع الناس. هو ايه اللي بيكون سمعتك اصلا بين الناس؟ ايه اللي بيكون سيرتك كده بين الناس؟ مش رأي الناس فيكي. تمام؟ يبقى لازم يكون علاقتك مع الناس كويس، لازم تكوني شفتي النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. لازم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل اللي ربنا أمرنا به. ما في أفضل عند الله من حسن الخلق. تكون اخلاقك كده حسنه، تكون كلامك طيب، تتعاملي مع الناس برفق ولين، تكوني طاقه ايجابيه كده في وسط كل اللي حواليك. تمام؟ لان مثلا الشخصيه اللي هي مش كويسه
الناس بتعرف ان هي مش كويسه ازاي؟ اكيد اتعاملت معاها فشافت منها حاجه مش حلوه، فبالتالي بتقول لا دي شخصيه دي مش كويس، الشخصيه دي ما نتعاملش معاها تاني. تمام. انما شخصيه كويسه جميله، اخلاقها كويسه محبوبه كده، لينه كده، وكلامها كويس وكلامها طيب ما بين الناس كده، تلاقي كل الناس بتحبها، وسمعتها دي بتتكون بناء على آراء الناس فيها. فبالتالي كل بيحب يتكلم معاها، دي بتحب تصاحبها، دي بتحب تقعد معاها، دي بتحب تاخد رأيها في أي حاجة في حياتها. فلازم يكون علاقتك بالناس تمام، وكون أخلاقك هي اللي بتبين تربية، يعني كلامك بيبين أخلاقك. تمام. معاملتك الطيبة هي اللي بتبين أخلاقك الحسنة. تمام. اتعاملي بأخلاق كويسة وأخلاق طيبة وأخلاق ترضي الله ورسوله، تكسبي قلب أي حد في الدنيا. رابع حاجة علاقتك مع الإيه؟ مع الأشياء. علاقتك مع أي حاجة ممكن تصلح علاقتك مع الناس أو تفسدها. ازاي؟ أشياء زي إيه كده؟ زي مثلا أعزكم الله يعني هرة القطة، دخلت امرأة في النار في هرة حبستها، لقيها طعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض. أول اللي دخل الجنة إنه سقى كلب. تمام. يبقى علاقتنا بالأشياء تكون يعني ممكن تتعلم من الحيوان الرفق واللين. علاقتك بالأشياء مثلا في إيه تاني؟ مثلا في مثلا واحد يركب على عربية فخمة أو كده، بي ام، مرسيدس بقى، أيا كان، روز رايس، أيا كان، فيركب العربية الفخمة دي. لا بعد ما راكب عربية فخمة وكده، نحط بقى حزام الأمان، ما نرميش حاجة من الشباك، مع ان في العربيات التانية البايظة كان بيرمي من الشباك زبالة مش عارفة ايه. لا، هي العربية اللي علمتك كده. لا، انت تكوني من شخصيتك من جواكي، نابع من جواكي الحاجات الجميلة دي، اللي هو ما نرميش حاجة في الشارع من الشباك. ما انت كده ايه؟ هتبوظي منظر الشارع. النظافة من الإيمان، حطي في دماغك النظافة من الإيمان. يبقى ما تخليش الأشياء اللي تتحكم فيكي، خليكي انت بطبيعتك جميلة. تمام. مثلا اشتريت لبس جديد، مستنية بقى المناسبة اللي تيجي عشان البس فيها اللبس ده. ليه؟ هبقى شخصية تاني بقى باللبس الجديد ده؟ لا، انا شخصيتي زي ما انا حلوة وجميلة باللبس ده او من غيره. تمام. مش الحاجة دي اللي هتأثر فيا، لا، علاقتك بالاشياء. خليكي انتي ذات نفسك شايفة نفسك حلوة سواء بالحاجة دي او من غيرها. تمام. خليكي قنوعة وراضية بنفسك، خليكي قنوعة وراضية بنفسك. اتكلمنا عن علاقتك بنفسك، ومنها علم النفس او اللي هو علم النفس، علم الذات، وعلاقتك بالاخرين او بالمجتمع اللي هي علم الاجتماع. في علم تاني جديد احدث بقى اللي هو علم النفس الاجتماعي. معناه ايه علم النفس الاجتماعي؟ اثر الناس على النفس حضوريا وضمنيا وتخيليا. يعني ايه مثلا اثر الناس على النفس حضوريا؟ يعني ايه؟ يعني انت مثلا قاعده دلوقتي تتفرج عليا، انت دلوقتي لابسه قناع الايه؟ المشاهد او المتابع. تمام. انا دلوقتي لابسه قناع الايه؟ اللي هو الملقي، اللي هو انا او المعلم. تمام. او المحاضر او كده. تمام. انت دلوقتي لابسه قناع المشاهد او المتابع. تمام. قاعده في اسرتك، فانت لابسه القناع الاسري بقى، والجو الاسري والموده والرحمه والكلام ده. مع جوزك لابسه قناع الجو الرومانسي والكلام ده. فتمام. فده حضوريا، يعني انت بتتاثري يعني شخصيتك بتتكون على حسب حضور الناس حواليكي والمناسبه اللي بتكون. تمام. اثر الناس على النفس ضمنيا. يعني ايه ضمنيا؟ يعني انت اصلا، احنا كبشر كده اصلا الصورة النهائية من فيلم أخرجه مين؟ المجتمع أو الناس. زي ايه كده؟ زي التربية، زي الإعلام، زي الأصدقاء، زي الأسرة، أيا كان، كل ده بيأثر فيكي وبيطلعك شخصية تانية جديدة. أثر الناس على النفس تخيليا. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو رايحة فرح، بتتخيلي كده مين اللي هيكون في الفرح، ده كذا وده كذا وكذا وكذا، وفلان وفلان هتكون في الفرح، وفلانة هتكون في الفرح. لا، طب انا لازم بقى اظبط نفسي، ولازم اكون حاجه كده مختلفه، ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا. يبقى لا، انت كده بنفسك بطبيعتك، سواء حد موجود او مش موجود، لنفسك او لغيرك انت جميله، لنفسك او لغيرك. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فعلا، وتسمع الفيديو تاني وتتعلمي تاني اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.